رقیب اره مای قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریو کی مثل ایمان و پادیمان هر اجتماع دین ایمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را بوی سرفی و شیران بابا خوی نفسی بکن تاجی جیهان بابا خوی نفسی بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن کرد نوزد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وحياكم الله أينما كنتم مشاهدي بيف تي في الأكارم. سوريا البلد الذي لم يرى النور في معظم سنين تأسيسه كدولة وبمختلف أحقاب وعهود حكوماته، فمن عصر الانقلابات العسكرية وحكم الوحدة مع مصر عبد الناصر وإلى تسلق البعثيين وتحديدا بعهدي الأسد الأبي والابن لمقاليد الحكم، تعيش سوريا البشري والحجر والشجر في حالة العبودية الظلامية، حيث لا إله إلا الأسد أو يحرق البلد، وحقا حرقوها وبكل الأدوات والوسائل القمعية الممنهجة، والتي زادت همجية بعدما سمي بالثورة السورية، بحيث أصبح معظم الشعب مهجرا ونازحا ولاجئا لخارج الحدود، وبعد فاتورة عالية من التضحيات الجسام بلغ نحو 1,000,000 شهيد وملايين الجرحى ودمار غالبية البنية التحتية للبلد، وبمشاركة شبه كاملة من معظم الأطر والقوى العسكرية والسياسية المعارضة، التي أكدت أعمالها المختلفة بأنها لا تقل إجراما عن العصابة البعثية الأسدية، والتي فقدت سوريا كافة مظاهر السيادة والقرار الوطني، وتيه الثورة عن أهدافها في بناء سوريا المنشودة، والتي سنناقشها مع مجمل الأوضاع السورية الأخرى يا أحبائي الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حواراتنا مع ضيفينا الكريمين الأستاذ وليد العمري، وهو شخصية تربوية وسياسية سورية معروفة من مواليد الجولان عام 1960، ونزح مع أهله عام 1967 بسبب العنصرية البغيضة التي مارسها الإخوان المسلمين وحزب البعث العربي الاشتراكي والقوميين العرب ضد الشعب اليهودي. حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، وشارك بالثورة السورية عن محافظة القنيطرة، ومثل حراكها الثوري في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وسجن عدة مرات في سوريا لمواقفه الإنسانية والسياسية، وكذلك في تركيا لاعتراضه على تدخلها بالملف السوري.
وسيرته غنية بالمواقف الوطنية. أستاذ وليد العمري صديقي العزيز، أهلا وسهلا بك، نورتنا، نورت شاشة تيف تي في. بارك الله فيكم وشكرا لكم جميعا، إن شاء الله نلتقي على خير دائما. أهلا وسهلا بك. كما نرحب باسمكم جميعا مشاهدي الكرام بالأستاذ إبراهيم خليل، الأستاذ إبراهيم خليل برو، وهو شخصية سياسية واجتماعية كردية سورية معروفة، من مواليد مدينة حلب عام 1965 ومن سكان مدينة عمودة بمحافظة الحسكة، حاصل على الثانوية العامة في مدارسها وخريج المعهد المتوسط الهندسي بحلب، والتحق بالعمل التنظيمي الحزبي عام 1981 واعتقل عدة مرات لدى النظام وشغل عدة مناصب حزبية منها سكرتير حزب يكتيب كردي في سوريا من عام 2013 لغاية 2018، وانتخب رئيسا للمجلس الوطني الكردي من عام 2015 لغاية 2017، وهو عضو هيئة التفاوض من 2014 ولليوم، وأيضا عضو العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الكردي في سوريا، وقد تم ترحيله قسرا من قبل حزب الاتحاد الوطني PID لإقليم كردستان العراق عام 2016. أستاذ إبراهيم برو، ما بعرف معنا ولا لا؟ أستاذ إبراهيم برو، أهلا وسهلا بك، نورت شاشة تيف تي في. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذ سليمان، اهلا بك وبالضيف الكريم استاذ وليد. تحياتي. ضيوفي الكرام، باسمكم جميعا وباسم مشاهدينا الكرام لابد ان نشكر من هم بالكنترول وراء الستار: الاستاذ عبد الباقي حسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، والشاعره والكاتبه الكرديه المعروفه يسرى زبير، لهم منا جزيل الشكر. استاذ وليد، سنبدا معك. يفترض ببلد يعيش تنوعا سكانيا وأصالة تمازج الثقافات كسوريا بأن تنعم بقمة الرقي والإبداع في التطور الحضاري وليس الصراع الدموي التدميري، لماذا ذلك حالنا اليوم؟ أستاذ وليد، الصوت مو واضح، ما أنا سامعين شي صوت أستاذ وليد. تمام هيك؟ هلا تمام. تمام. تفضل. سمعت سؤالي؟ نعم سمعت السؤال. لابد من الإشارة على مفهوم الدولة، ماذا تعني الدولة، حتى نتوصل للحقائق اللي ممكن يستفيد من المشاهد والآخرين، وأنا بنفس الوقت بستفيد من النقاش معكم. الدولة، مفهوم الدولة هي عبارة عن إدارة اتفق الجمهور عليها، الشعب، على أنه تدير شؤونه. سابقا كان في عنا القبيلة والعائلة والتطور الطائفي والى آخره، بعدين صار في عنا مجتمعات. فالدولة هي عبارة عن إدارة. هالإدارة هي إدارة وهمية، اسمها دولة، بس لا بتلمسك بالإيد ولا بتلمس باليد ولا بتنشاف بالعين، حتى عبارة عن كائن وهمي يعني. الدولة هي إلى عدة عناصر. من عناصرها الحقيقية الأرض. إذا ما في أرض ما في دولة. بعدها بيجي الشعب، إذا ما في شعب ما في دولة. بعدها بتيجي الإدارة لها الشعب، اسمها السلطة، اللي فينا نسميها السلطة، وبتنقسم السلطة إلى 3 سلطات: تشريعية، قضائية، تنفيذية. ثم بتيجي العنصر الرابع وهو السيادة. نحن اليوم موضوعنا موضوع السيادة. عناصر الضعف اللي انت حكيت عنها اليوم، التنوع السكاني احد اسباب الضعف بالدوله. التنوع السكاني والتنوع الجمهوري احد اسباب الضعف بالدوله، اذا لم يكن هناك قواعد قانونيه تضبط هذا التنوع. لانه كل مين فينا بالمثل العربي بيقول لك كل مين بصير يشد الحب صوبه، بيقول لك انا فلان وانا فلان، انا جدي وانا جدك، ونحن زعامتنا ونحن اكثر ونحن اقليه ونحن اكثريه، وبصير في تغول، بصير في عندنا غزو، مثل ما حدث داعش لما غزت المنطقة الشرقية وقتلت أخوتنا الأكراد وسبت اليزيديات وإلى آخره. وبالتالي هذا التغول، هذا فيك تسميه نحن الأكثرية، وهذا الشيء بالعكس هذا عنصر ضعف. نحن بنعاني من قانون ومن يتغول على القانون. طرقت أنت للأسد،
وهذا مربط الفرس. نحن دائما بنربط مربط الفرس لأن الثوار ضد الأسد، الأب والابن. التاريخ السابق هذا تاريخ موروث اجتماعي ساروا عليه ابائنا او رضيوا فيه، هذا تاريخنا. هلا نحن بنحكي تاريخنا اليوم ونترك اثر للاجيال اللاحقه. المشكله بدات باصل تكوين الدوله السوريه، يعني كانت وفق عوامل غير منضبطه تماما. وهذا هون مربط الفرس، لانه سوريا سابقا ما كانت سوريا، كانت تابعه للدوله العثمانيه، للسلطنه العثمانيه. وبعد الثوره العربيه الكبرى بقياده الشريف حسين انحسرت الدوله العثمانيه، وطبعا الحرب العالميه الاولى، وبالتالي قاسمت الدول المنتصره للمنطقه، سواء كانت مصر ولا اخره، قاسموا وتقاسموا. فما كان في هيكل دوله، باستثناء مصر كانت مهيكله دوليا من ايام محمد علي باشا، والباقي ما كان في دول، ما كانت الجزائر ولا كانت لبنان ولا كذا الى اخره. فدخلت باحتلالات، فالاحتلالات هي بالحرب العالميه الثانيه اللي كان قوي صار ضعيف. انسحبت فرنسا من سوريا، وبالتالي كل دوله بتنسحب من دوله، تنسحب من ارض كانت عم تديرها بشكل انتداب او وصايه الى اخره، تركت فيها قواعد. هالقواعد اللي تركتها فيها سواء كانت قواعد اجتماعيه او قواعد ثقافيه او قواعد عسكريه. اذا بدنا نقرر بنشبه الموضوع بلبنان، فلما انسحبت فرنسا من لبنان تركت الموارنه وتركت غيرهم انه هذول جماعتنا ونحن بندير بالنا عليهم. وكذلك البريطانيين بينسحبوا والى اخره، يعني صوره مصغره لبنان بيحكي عن سوريا بشكل عام. فهي من عناصر الضعف للدوله انه يكون في عندنا هشاشه بالبنيه تبعنا، بنيه المجتمع. الفسيفساء نحن ما عم نستفيد منه، ما عم يكون عندنا رقعه حقيقيه لحتى تظهر لوحه الفسيفساء صحيحه فيها. الدستور يعني السوري هناك مشكله، يعني قصدك بالثقافات كمان المفروض تنوع الثقافات يكون في هناك تنوع حضاري. يعني تنوع الثقافات بيعطي تألق، بس بيكون في عندك دستور ثابت. يعني انت في عندك رقعه، دائما اللوحه وين بتكون على كرتونه او على جدار، الجدار مكسور، ولما جابوا الجدار لحتى يحطوه بجنب بعضه كمان لاقوه بانه مهشم، يعني ما عم يزبط معهم. فالدستور السوري كل ما اجى ملك، كل ما اجى زعيم، كل ما اجى حزب عم يغير الدستور على كيفه، وهذا شيء واضح. دستور الملك فيصل، دستور جمال عبد الناصر الجمهورية العربية المتحدة حكيت عنها أنت. عندك دستور الانفصاليين اللي هن غيروا اسم الجمهورية السورية، كان اسمها الجمهورية السورية، اجوا الانفصاليين عملوها الجمهورية العربية السورية. بجى حزب البعث رسخ ما قام فيه الانفصاليين، وبالتالي بلش الترسيخ. صار الفساد وين يبدأ بجسد الدولة ما عاد فيها الدولة، يعني كانت هشة زادوها هشاشة، صار فيها اغتصاب، صارت انقلابات، ما عاد في سيادة للدولة، الدولة انتهت، وبالتالي بلش الفساد من داخل الدولة ينهش الدولة. اليوم لا تأخذني لما تطلع انه رفعت الأسد شو سوى بسوريا؟ خرب الدولة، سواها عبارة عن عصابات، عبارة عن قطاع طرق، سرايا دفاع، وحدات خاصة والى اخره. وبالتالي ما في عندنا سيادة وطنية لا داخلية ولا خارجية. إذا بدنا نحكي بالسيادة الداخلية، السيادة الداخلية الدولة السورية كانت مسلوبة من الداخل بقوة عسكرية ضاغطة. كان موظف الدولة هو اللي عم يخرب الدولة، يعني حافظ أسد هو اللي خرب الدولة بأول موضوع خرب الدولة لما كان وزير دفاع، تنازل عن الأرض اللي هي مكون أساسي وعنصر أساسي من عناصر الدولة، تنازل عن الجولان. ولما صار رئيس جمهورية تنازل عن لواء اسكندرون بمعاهدة أضنة، كل الناس بتعرفها، راح وقع وتنازل عن سد الفرات، ووافق لأردوغان وجماعة أردوغان على بناء سد أتاتورك، وبالتالي جفف المنطقة عنا، قتل البيئة، قتل البشر، والحجر حتى الطير، حتى الحشرات حاربها. فهي السيادة اللي اخترقها حافظ أسد على مستوى الداخل. على مستوى الخارج انت بتعرف كيف بدأ بصراعات داخلية وخارجية عبثية ما لها لازمة. يعني سوريا لازم تكون جنة، نحن بنتمناها تكون جنة ونسعى ان تكون جنة. دمرها، عمل محور مع إيران، عمل محور مع ليبيا ايام زمان، عمل محاور مع اليمن ضد الشعب السوري نفسه، استقوى بالخارج على الشعب السوري. اليوم بنفس الوقت بالثورة بشار الأسد اشتغل نفس الطريقة، استقوى بإيران وروسيا وغيرها ضد الشعب السوري، واستجلب عصابات من آخر الأرض. انتهت السياسة الداخلية والخارجية، وبالتالي اليوم ما في عندك شعب سوري، الشعب السوري تشرد. أنا وأنت وين؟ هذا ما سنسأل الأستاذ إبراهيم. أول شيء أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بك مرة ثانية. هل لك تعليق على ما قاله أستاذ وليد العمري؟
شكرا أستاذ سليمان، شكرا أستاذ وليد. على كل حال يعني موضوع السيادة ما بدي أحكي بالماضي، يعني فعلا كان في دولة مغتصبة من الداخل، وكان هالشيء حسب الدستور أيضا، يعني حزب البعث يقود الدولة والمجتمع، والأسد الأب والابن كان مختصرين. هل حزب البعث كمان بالعائلة وبأمور خاصة. لكن الموضوع حاليا يعني خلال الثورة السورية موضوع السيادة تم فقدانها بشكل كامل. يعني لم يعد لا النظام ولا المعارضة يمتلك قرار سيادي في سوريا. أصبحت سوريا ساحة مفتوحة لعدة دول. يعني في البداية كان في دول كثيرة تتحكم بالساحة السورية، والآن يتضح يوما بعد يوم هناك قوى عظمى تتحكم بالسيادة السورية، وهي أمريكا وروسيا، وأيضا قوى إقليمية تركيا وإيران وإسرائيل. فلم يعد للسوريين إرادة السيادة في الدولة السورية. أما يعني من الجانب التاريخي فأيضا مثل ما تفضل الأستاذ وليد، فلم يكن هناك دساتير ثابتة بسوريا، وكانت الأنظمة المتعاقبة على سوريا في 100 سنة الماضية منذ تأسيس الدولة السورية تعدل الدساتير حسب مصلحتها، وحتى الدساتير التي كانوا يضعونها حسب مصلحتهم لم يكن يلتزم بالدستور. فالموضوع يعني الدستور شيء مهم في الدولة، لكن عندما السوريين قاموا بالثورة لم يكن مشكلتهم مشكلة الدستور، فكانت هناك يعني فقدان السيادة السورية بشكل عام. يعني الشعب السوري كان يفقد كل شيء، حريته، كرامته، سيادته. فالأمور السياسية التي حدثت خلال الثورة خلال 10 سنوات الماضية يعني فتحت مجال لجميع القوى الدولية والإقليمية أن تتدخل بالسيادة السورية. أستاذ إبراهيم، ولكن كرديا يعني المفروض بعد ما شفنا هالوضع السوري، الحالة السورية، المفروض أن عليكم تحديدا كحركة سياسية كردية سورية أن تكونوا أقوياء بتراثكم الثقافي والنضالي، وخاصة الظلم الكردي كان مضاعفا في سوريا. كل الشعب السوري عانى، ولكن الظلم الكردي كان مضاعفا، وهو أحد عوامل الوحدة وليس تمزق وتشتت كالذي تعانيه الآن الحركة الكردية. لماذا يعني المفروض نكون في حالة وحدة تامة، في قوة، يعني وحدة مواقف سياسية. لا أقصد تنظيم واحد، أقصد وحدة مواقف سياسية، أقصد جبهة عسكرية واحدة. لماذا هذا التشتت والتمزق بالحالة الكردية؟ طبعا الكرد لا يختلفون عن بقية الشعوب السورية، وعندما قامت الثورة السورية مثلما انقسم الشعب السوري بين الموالاة والمعارضة، انقسم الشعب الكردي وحركته السياسية أيضا بين الموالاة والمعارضة. ونحن في الحركة السياسية الكردية اتخذنا موقف المعارضة، لأننا كنا معارضين منذ عشرات السنين، منذ العقود كنا معارضين لسياسة الأنظمة التي كانت تحكم سوريا، وكنا دائما نطالب بحقوقنا ونطالب بالديمقراطية. لكن عندما حدثت الثورة نحن اخترنا الطريق الصحيح، ووقفنا إلى جانب الشعب السوري ضد هذا النظام. وكان هناك أيضا من الكرد أو من يسمون أنفسهم أو من يسمونهم بالطرف الكردي وقف إلى جانب النظام، وتم تسليم واستلام، وتم موضوع التزويد بالأسلحة والأموال. اسمح لي هنا
نعم. اسمح لي هنا بنقطة، يعني هاي نقطة عليكم، يعني سؤال أنتم يعني كقادة، أنا الحركة الكردية دائما تقولون عنهم كرد، فهم ليس كرد، هم يقولون نحن ما لنا كرد، نحن حركة سورية، أنتم لماذا تلصقون الكردية بهم؟ يعني هم براءهم، ما لنا علاقة فيهم يعني. يسمون أو يسمونهم، قلنا يعني إذا نحن شئنا أم أبينا حاليا المجتمع الدولي والدول الكبرى عم تتحدث عن إدارة كردية، ونحن نعلم أنها ليست لها علاقة بالكردية ولا إدارة كردية، وهذا قلنا يسمونهم. وأيضا عناصرهم وأعضائهم في البداية أنتم كانوا من كما الكرد. سميتم عندما قابلتم بالحوار الكردي هم ليسوا كرد، لماذا قابلتم نعم. بحوار كردي؟ هن بالبداية نحن تعاملنا مع مجلس شعب غربي كردستان، ولم يكن هناك وقتها لا مسد ولا قسد، ولم يكن بينهم قوى عربية أو سريانية أو أي مكون آخر. كان اسمهم مجلس غربي كردستان، وكان حزب البيدة والتنظيمات التابع لهذا التنظيم. فهذا ليس موضوعنا أنه هم أكراد ولا ليسوا أكراد. لا نقدر، لا نستطيع أن نقول عنهم ليسوا أكراد أو أنهم يسمون أنفسهم أو ليس يوجد اسم كردي بحزبهم. لكن الواقع أن المجتمع الكردي انقسم بين هذين التيارين، بين التيار الذي كان يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي وأصبح من الموالاة وحمل سلاح النظام وتم تسليم والاستلام، والمجلس الكردي الذي أصبح في المعارضة السورية. في 2014 عندما دخلت الأمريكان على الخط وقوات التحالف الدولي، هنا تبدلت المعادلة، وحاول الأمريكان مساعدة هذه القوات لمحاربة داعش، وهذه كانت خطوة جيدة في محاربة داعش، لكن تم استغلال هذه القوة لصالحهم ولطرف معين، وتم الاستيلاء على جميع المناطق التي دخلوا فيها، وسواء كانت كردية أو غير كردية، وفرضوا سلطتهم ومنعوا السياسة. وحتى يومنا هذا المناطق الإدارة الذاتية ليست بأفضل الحال من مناطق النظام أو مناطق الفصائل المسلحة. وهذا العتب ليس عليهم فقط، العتب على المجتمع الدولي، على القوات التحالف الدولي، على أمريكا. كيف يكون هناك أمريكا وهناك منظمات تابعة لأمم متحدة في منطقة على الأرض، وهناك لا يوجد لا استقرار سياسي ولا استقرار اقتصادي ولا استقرار أمني، وهذه المناطق لا تختلف كثيرا عن باقي المناطق السورية التي هي أيضا غير مستقرة وعتب عليكم أنتم أيضا، وعتب عليكم أنتم أيضا، وخاصة أحزاب المجلس الوطني الكردي، أفسحتم المجال أكثر، يعني قابلتم بالهجرة، حاولوا تهجيركم ونجحوا، حاولوا إبعادكم عن القرار السياسي ونجحوا، فأنتم قابلتم بذلك يعني. نعم أستاذ سليمان، نحن قابلنا ولا نعرف، نترك هذا للتاريخ الحكم. نحن لم يكن لدينا خيارات كثيرة. نحن كنا المناطق الكردية كانت منذ بداية الثورة تخرج هناك عشرات الآلاف من الناس في المظاهرات السلمية، لكن عندما أصبحت الحزب الاتحاد الديمقراطي قوة مسلحة موجودة على الأرض، كان لدينا خيارين فقط نعلنها صراحة: أما أن نحمل سلاح النظام ونحارب السوريين، أو نحمل سلاح التركي نحارب البيدة. ونحن لم نستطيع أن نختار هذه الطريقة، وما زلنا نحن متمسكين بالحل السياسي والعمل السياسي. وطبعا العمل السياسي أمام آلة الحرب يبقى ضعيفا، لكن بالنتيجة ستكون الحل سياسيا وبالحوار. تمام، سنعود إليك أستاذ إبراهيم بعد أن نسأل أستاذ وليد. سوريا تحولت لساحة صراع كما قال الأستاذ إبراهيم أيضا، لساحة صراع إقليمي ودولي، وشعبها فقدوا كافة مظاهر السيادة والقرار الوطني، وناهيك عن تهجير أكثر من نصف سكانها ما بين نازح ولاجئ بكل أنحاء المعمورة. فهل هناك أمل
بأن تعود سوريا للسوريين، وخاصة في ظل تبعية النظام والمعارضات للقوى الإقليمية والدولية؟ أستاذ وليد، صوت من عندك. سوريا ستعود أقوى من الأول. سوريا ستعود أقوى من الأول لسببين. السبب الأول ثقافي، يعني كنا عم نحكي فيه تحت الهواء قبل شوي، بأنه اليوم صار في عندنا تواصل اجتماعي مع بعضنا. سابقا كان ابن القامشلي ما بيعرف الكردي ابن عمه اللي ساكن بالجولان، لا بيعرف عاداته وتقاليده إلى آخره، وهذا كردي. العربي اللي ساكن كمان بهذيك المنطقة كان في انقسام، لأنه كان في تباعد، فيك تسميه، كان في تباعد اجتماعي. اليوم صار في عندك تواصل اجتماعي بفضل الفيسبوك والتويتر والى اخره. اليوم احنا عم نجتمع بغرفه واحده، لذلك لا، بالمستقبل اولادنا سيعيدون سوريا افضل مما كانت. اليوم سوريا تحت ضغط عسكري قوي، كل واحد عم يجيب عدوه معه لحتى يقتله بسوريا. مثل اللي عم يروحوا على الحج، عم ياخذوا ضحيته معه ويذبحها عند الحج، يقول له والله انا ضحيت. هذا عم يضحي، كل واحد عم يضحي بعدوه عنا بسوريا. اعتبر سوريا عباره عن محج لهم، سواء اللي يجي عم يقاتل باسم الحسين واللي عم يقاتل باسم عمر، يعني جماعه تركيا وجماعه. استاذ وليد، كيف بده يعود احسن وشفنا النظام مجرم والمعارضات ارهابيه، يعني مجرم خلف ارهابي، كيف بده يكون يعني؟ بتعود انا عم اقول لك انه في عندنا موضوع، في عندنا الحامل الثقافي هو الاساس. اليوم لا تاخذني، اغلب الشباب اللي عندهم وعي سياسي وعندهم وعي ثقافي طلعوا خارج اللعبه، ما حملوا سلاح، ومنهم الاستاذ ابراهيم ومنهم انت وانا وكثير ناس طلعنا خارج اللعبه. اليوم نحن بنحكي ثقافه فيك تسميها ثقافه انسانيه، ثقافه تعايش اجتماعي، تعايش وطني. هذا الموضوع نحن بنعول عليه. اليوم ابني اليوم ما حمل سلاح، لو كان ابني داخل سوريا كان اما قاتل او مقتول، ما في مجال. فاذا كان قاتل بده يرجع اخوه ياخذ بالثار، واذا كان مقتول بده يرجع يفزع معه. بالنتيجه يعني ثقافه القاتل والمقتول خرج من السوريين. فاليوم اللي عم يقتلوا بعضهم اليوم بسوريا غرباء، اللي عم يقتلوا بعضهم غرباء. حتى المعارضه ما تقبل، يعني بدليل انك صفعت انس الخوجه كفا لانه رفض ان خالد خوجه يحمل الجنسيه التركيه ويعمل لاجنده تركيه. بشار الاسد يحمل الجنسيه الايرانيه ويعمل لصالح الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. في ظل هذا التهي للثوره وتحول العصابه الاسديه، يعني بالاصل هي عصابه، تحول الى سلطه ارهابيه قمعيه، كيف في هناك امل؟ يعني في امل لانه اخر شيء انا وانت وابنائنا واحفادنا عم يشوفوا مين الظالم ومين مظلوم، عم يشوفوا بانه اثنين قتله، اثنين مجرمين، وبالتالي واحد بالقبر وواحد بالسجن. القاتل والمقتول ما في مجال، المقتول بالسجن بالقبر والقاتل بالسجن، هذا مصيرهم. والارهاب يقتل بعضه، هذا معروف. وبالتالي لن تزهر الا الازهار الحقيقيه. الربيع بده يجي في مجال، يعني بس الربيع كيف بده يكون؟ الربيع لازم يكون على مثل ما حكينا قبل شوي، والاستاذ ابراهيم اكد على الموضوع، لازم يكون في عندنا قواعد ثابته، التواصل الاجتماعي بين الناس. في سؤال لك من فناننا الرسام الاستاذ خليل كادار، بيقول الاستاذ وليد العمري بعتذر من هذه الجمله القاسيه، وهل قامت الثوره السوريه لكي يتعرف السوريين على بعضهم البعض؟ وما مصدر الامل الذي توعدنا به بعدما باتت سوريا كلها على الارض؟ يعني استاذي الكريم، نحن كسوريين ما كنا نعرف بعضنا، كنا بالبيت الواحد ما كنا نعرف بعضنا لاكثر من سبب. كان في عنا ضغط، ياخذونا على طلائع البعث غصب عنا، وياخذونا على الشبيبه غصب عنا، وياخذونا على المزرعه غصب عنا، ويجيبونا غصب عنا. فكنا عايشين بمزرعه وقوه قهريه. كان قليل من الناس تاخذني اللي عندهم ثقافه التمرد، واللي كان عندهم ثقافه التمرد كان مصيرهم السجن او مصيرهم الخذلان، او لا تاخذني الحيطان الاذان، لا تحكي معنا خيو، هذا البيت لك وسامحنا فيه، هالدكانه دكانتك وسامحنا فيها. بالمقهى حتى ما بيخلوك تجتمع، ما كانت الناس تعرف بعضها. وبالدليل لما طلعنا بالثوره 2011 الاخ ضد اخوه، واحد مع النظام واحد مع المعارضه، واحد مع الثوره. اجت المعارضه بالوقت الاخير استغلت استغلال الموضوع، اجوا الاخوان المسلمين وغيرهم وغيراتهم استغلوا موضوع الثوره وبلشوا يضربوا بالثوار
بدايه الثوره لما كنا نطلع نحب الثوره يعني فيزيائيا على الارض، النظام شو سوى بشار الاسد؟ كان يبعث الزبالين الموظفين البلديات يبعثهم ضدنا يضربونا بالهروات والعصي ويرفعوا صور بشار الاسد وحافظ اسد، نرجع نشقه، نرجع نعيد الكره مره ثانيه، الى انه صار يبعث بيناتنا لتاخذني. في ناس كانوا مرتزقه يطلعوا يحفروا على الاثار ويبيعوا مخدرات ويبيعوا كحول الى اخره، وبالتالي جابهم قال لهم تعالوا خيو انتم نعطيكم اللي بدكم اياه، مسموح لكم تحفروا على الاثار، مسموح لكم تسرقوا، مسموح لكم تسرقوا بياعين الخرده، مسموح لكم تسرقوا حتى الرجالات، حتى اسحبوا الكبل من الكهرباء، اسحبوا اللي بدكم اياه، سووا اللي بدكم اياه، بس انتم اضربوا هذول اعدائنا. وبالتالي جندهم ضدنا. اجت المعارضه كمان اشتغلت بنفس الاسلوب. اليوم لا تاخذني فيك تقول على ابو عامشه ما عم يشتغل بنفس اسلوب الحشاش اللي عم يشتغل كان بالشام ضدنا، او باسلوب رفعت الاسد اللي كان عم يشتغل ضدنا ايام زمان، او فيك تشتغل باسلوب فواز الاسد اللي كان عم يشتغل بالتهريب، يطلعهم من القرداحه ياخذهم على القامشلي وغصب عنهم يزت الدخان ويقول لهم هذا حقه اعطوني اياه، هذا الدخان عنكم اعطوني حقه. وبالتالي كانت البلطجه بهذا الاسلوب. الدوله السوريه ما كان في دوله سوريه، كان في عصابات موجوده. اليوم لا، اليوم بعد 10 سنوات الثقافه تغيرت، صاروا يعرفوا مين عدو ومين صاحب، يعرفوا بان في عندك خندق واحد هو خندق الانسانيه، خندق الانسان، خندق المواطن. يعني لا تاخذني لليوم نحن الهويه تبعنا مكتوب عليها الجمهوريه العربيه السوريه على سبيل المثال. طيب انا برفض ان تكون معي الهويه هي، او بحب او بزيد او بقدم او باخر، وبالتالي ما شاوروني في هذا الموضوع. اليوم ما كنا نعرف بعضنا، اليوم عم نتعرف على بعضنا، يا هل ترى انه افضل؟ شو الاسم الافضل؟ ولكن ما زالت المعارضه وخاصه الائتلاف القوى المعترفه فيها دوليا غالبيتهم رافضين حتى تغيير اسم الجمهوريه يعني الى العربيه، من العربيه استاذي الكريم، موضوع تغيير الاسم ما بيسوي لا الائتلاف ولا بيسوي المعارضه، بيسويه الشعب اللي وعي، اللي نحن عم تنتشر ثقافته اليوم، هو الشعب هذا الوعي اللي بيقول لك مين اللي فرض علينا هذا الاسم ونحن ليش هذا الاسم. اليوم لا تاخذني العراق بعد ثوره طويله كانت بين البرزانيين وحزب البعث، وطلعوا البعثيين من سوريا راحوا قاتلوا ضد الاكراد بالعراق، وبالتالي كان اسمها الجمهوريه العراقيه، صار اسمها الجمهوريه العراقيه، لكن اللي فرض الحكي هذا الشعب العراقي، لا نظام ولا معارضه، الشعب العراقي فرض، صارت اسمها جمهوريه العراق. شو بينقص من جمهوريه سوريا كلمه جمهوريه تونس؟ تونس ما فيها اسم عربي، علما بانه نسبه العرب فيها كبيره، بس ما ليبيا، الجزائر، نعمل ذلك ان نكون هي عم نحكي بهي الثقافه، هي ثقافه الانسانيه، ثقافه المواطنه. تنتشر ثقافه المواطنه. اليوم تعرفنا على بعضنا، انا ما كنت اعرف الاستاذ ابراهيم، ما كنت اعرف الاستاذ سليمان، ما كنت اعرف الاستاذ فؤاد، ما كنت اعرف كثير ناس. اليوم عرفوني وعرفوا شو في داخلي. كانوا يشوفوني تاخذني لابس طقم وجرافي ويقولوا عني استاذ. طيب ممكن يكون حرامي، بشوفني فلاح عم يشتغل بالارض، بيقول لك هذا ما بيعرف يحكي، اتركونا منه. وبالتالي اليوم عم نتعرف على بعضنا. نأمل ذلك أنه ينمو هذا التفاؤل والأمل بسوريا التي ننشرها جميعا. أستاذ إبراهيم، طبعا أستاذ وليد، في تحيات كثيرة لكم من أستاذة نجاح هوغا، في من إبراهيم اليوسف، في من دكتور بلال الغازي القرعان، في كثيرين جدا، ونعتذر لمن لم نذكر أسمائهم. يحييكم تحياتي للجميع. طبعا في مروان عبده يسأل أسئلة كثيرة، يعني تحياتي لهم جميعا. أستاذ إبراهيم، سلطة الPKK أو الإدارة الذاتية تطالبكم بالانفكاك عن الائتلاف التابع لتركيا لينفكوا هم عن الPKK والنظام. ما هو ردكم؟ يعني بدهم اياكم تنفكوا من الائتلاف اللي تابع لتركيا لحتى هم ينفكوا عن النظام وإيران وسوريا، وخاصة بيقولوا إنه إرهاب الفصائل العسكرية تابع للائتلاف أفظع من إرهاب النظام، وتأييدهم للتهديدات التركية يعني، وتأييدهم ودعمهم. ومعروف يعرف شعبنا أنه هم القوة الثانية في الجيش التركي في العدوان التركي الهمجي على مناطقنا. البداية يعني في المقدمة ذكرت
أن أجرام المعارضة لا تقل عن أجرام النظام، وتم تكرار هذه الكلمة أيضا يعني في حديثك مرة أخرى. أنا أتحفظ على هذا الموضوع. الشعب السوري قام بثورة يعني ثورة عظيمة، ثورة الكرامة، ثورة الحرية. هذه ليست شعارات. الشعب السوري كان يحتاج إلى هذا الشيء وقامت بثورته، لكن للأسف يعني خذله المجتمع الدولي بداية، وتم استغلاله إقليميا. الثورة 6 شهور أستاذ إبراهيم، ثورة 6 شهور بس. الثورة مستمرة، الثورة حتى اليوم ثورة السوريين مستمرة، وهذه الثورة ستعطي نتائجها وستكون في يعني ستستمر. مين ثوارها أستاذ إبراهيم؟ مين ثوارها؟ هلا أستاذ سليمان، هلا مثل ما تفضل الأستاذ وليد، يعني مو انه الناس اللي موجودين معهم سلاح واللي عم يحاربوا او اللي دخلوا في منطقة معينة، يعني النظام يستغل الناس في مناطقه، والفصائل ايضا والقسد ايضا، كل واحد يتحكم. وهلا اذا يعمل كل هالطرف اذا يعمل انتخابات يطلع نتائج 99.99% لصالحه، هذا شيء. والشعب السوري بأغلبه، وهناك نصف الشعب السوري مهجر من أرضه، كلهم يعني لا أقصد كلهم، أو يعني أغلب السوريين قاموا بهذه الثورة، ولديهم آمال ولديهم طموحات ولديهم طروحات ولديهم أفكار، لا يمكن هذه التدخلات وهذه السلطات أمر الواقع أن يكون ممثلا حقيقيا للشعب السوري. ولكن أستاذ إبراهيم اسمح لي، مقصيين هؤلاء اللي ذكرتهم الغالبية مقصيين عن القرار، فاقدين للقرار. الكل يقوم بدوره حسب إمكاناته، وهذه الفصائل العسكرية وهذه القوى العسكرية حدثت فيها مثل ما يكون مباريات كأس العالم، يكون في 150 دولة بيتوزعوا على مجموعات ويصير تصفيات، وبيضل آخر شيء كم دولة يروحوا على كأس العالم، وكمان يصير تصفيات لنصل للمباراة النهائية. حاليا يعني بسوريا صار كل هالشيء، كان في 1000 فصيل عسكري، وصار في تصفيات بين بعضهم، واللي كانوا تابعين للنظام واللي كانوا تابعين للمعارضة وللدول لكل طرف. هلا في مجموعة من القوى، في فصائل تابعة لتركيا، في فصائل في جبهة النصرة، في قسد، في نظام، يعني ضل 3 4 5 قوى على الأرض. وكمان حاليا المجتمع الدولي والإقليمي يقوم بإعداد تصفية نهائية لهذه القوى، وستكون هناك نهائيات لهذه المسائل العسكرية. فبدي أرجع على سؤالك، موضوع البيدة أو الإدارة الذاتية يطالب المجلس بالانفكاك من الائتلاف. نحن لدينا وثيقة موقعة مع الائتلاف، ونحن دخلنا الائتلاف بعام 2013، وحينها كانت الائتلاف الممثل الوحيد للمعارضة السورية، وحضرت مؤتمر جنيف 2 ب 2014 كممثل الوحيد للمعارضة السورية. وهذه الوثيقة الموقعة بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف هي وثيقة جيدة ومقبولة، ربما لا تعبر عن طموح الكرد بشكل كامل، لكن حتى هذه اللحظة تعتبر أفضل الوثائق الموقعة مع المعارضة السورية. ولا يوجد هناك من أي طرف آخر يدعي تمثيله للكرد ويكون لديه وثيقة مع النظام أو مع أي طرف معارضة بمستوى هذه الوثيقة. كيف يدعم الكرد وهم يقتلون في عفرين جرائمهم ويشاركون تركيا بالعدوان الهمجي على المناطق الكردية؟ كيف ذلك أستاذ إبراهيم؟ أستاذ سليمان، أنا أشرت إلى ذلك، قلت هناك فصائل، وهذه الفصائل أيضا هي لديها ممثلين بالائتلاف، ونحن مختلفين مع هذه القوى العسكرية التي تمارس الانتهاكات في عفرين أو في غير عفرين. أينما وجدت الانتهاكات مدانة
لكن كعمل سياسي القيادة السياسية بالائتلاف كمان تؤيدهم، يعني تؤيد تركيا لعدوانها. هلا استاذ سليمان، نحن موجودين كقوة سياسية، يوجد بيننا خلافات، لكن ما زلنا مقتنعين بأن الوجود بين المعارضة ضمن هيئة التفاوض وضمن الائتلاف هذه الأمور أمور سياسية، ولدينا وثيقة موقعة مع الأحزاب البيدة والأحزاب المحسوبة عليه أحزاب بيانكة يقرون بذلك، إنهم يرون نفسهم بأنهم جزء من المعارضة السورية، وهم يطالبون دائما بالانضمام إلى المعارضة السورية وتمثيلهم في المحافل الدولية. وآخر تصريحات التي أدلوا بها في واشنطن كانت في هذا السياق، يعني رغبتهم ومحاولاتهم ومحاولات أمريكا بأن يدخلهم العملية السياسية مستمرة، وهم يطالبون أن يكونوا جزء من هذا الجسم المعارضة، سواء مع الائتلاف أو ضمن كمكون، مثل ما المجلس الوطني الكردي هو مكون مستقل في هيئة التفاوض، يريدون أيضا أن يكونوا ضمن هيئة التفاوض وشركاء. ونعرف يعني الطرف الأساسي في هيئة التفاوض أيضا الائتلاف، يعني رئيس هيئة التفاوض من الائتلاف ورئيس اللجنة الدستورية من الائتلاف. يعني رغم أنه في 7 منصات بهيئة التفاوض، لكن حتى هذه اللحظة الائتلاف هي أقوى هذه المنصات. لذلك حتى إن كان هناك خلافات بيننا وبين الائتلاف، وخاصة فيما يتعلق بموضوع العسكر، لكن أن نسير وراء رغبات الطرف هو يبحث عن أن يكون له محل في هذا المكان، وأن نبدل أمكنتنا أن نخرج من هذا الإطار، وهم يحاولون بكل ما يملكون من القوة وبكل ما يستطيع أمريكا أن يساعدهم أن يكونوا جزء من هذه المعارضة. فهذا طلب ليس محقا. وأيضا من جانبنا لا يوجد شيء مقدس إلى النهاية. حينما نرى أن وجودنا في أي مكان يضر بقضية شعبنا لن نكون في تلك المكان، ولن نصبح أبدا شهود زور على قضيتنا. فهذا الكلام مردود عليهم. يعملوا شعبنا تكون إطار كردي حال مستقل، لا مع هذول لا مع هذول، يكون إطار كردي لا يوجد أستاذ سليمان، لا يوجد خط ثالث، أما أن تكون معارضة أو تكون مع النظام. لكن أنا أقول ذلك أن المعارضة ليس جسما منسجما، وهذا شيء طبيعي. أن النظام السوري، الأنظمة السورية المتعاقبة ألغت السياسة في الحياة السوريين. لم يكن هناك سياسة في حياة السوريين. كانت الحالة الكردية حالة خاصة، أنه كان هناك تنظيمات. تعلمون أن النظام ماذا عمل بأخوان المسلمين، وماذا عمل بالشيوعيين، وماذا عمل بالحزب الشيوعي داخل الجبهة، وبالاشتراكيين والناصريين، وكل حتى حلفاء النظام وداخل الجبهة الوطنية. النظام شتتهم. مصدق عاشور بيسألك سؤال، أستاذ مصدق عاشور كان هلا سألك سؤال، نتمنى من الكنترول يعيدوا. لماذا سمحت لجماعة الإخوان بركوب المطالب الكردية بالفيدرالية يا أخي إبراهيم؟ لماذا سمحت لجماعة الإخوان بركوب المطالب الكردية بالفيدرالية؟ على كل حال يعني ما في طرف كردي قبل موضوع الفيدرالية، يعني لا أخوان المسلمين ولا غيرهم. موضوع الفيدرالية كان مطلب كردي وما زال مطلب كردي، لكن لا يوجد أي طرف في المعارضة السورية يتفق معنا في موضوع الفيدرالية. هناك أيضا يسألك لماذا لا يوجد ربيع كردي مشتركة بيننا، وايضا لماذا لا يوجد ربيع كردي مسمى ثورة الكرامة وتحرير كردستان؟ طبعا مصدق عاشور شخصية سياسية معروفة يعني. تحياتي واحترامي لأستاذ مصدق، لكن الموضوع يعني نحن لا نستطيع أن نتبنى بعض الشعارات، وحتى إن كان من حق الشعب الكردي أن يكون له دولة،
ولا ينقص الشعب الكردي أن يكون له دولة مثل ما هناك للعرب والفرس والترك الدول. فمن حق الشعب الكردي أن يكون له دولته، لكن إمكاناتنا وخاصة في سوريا، نحن الجزء الأصغر من كردستان ليس لدينا هذه الإمكانات، ونحن هدفنا وعملنا أن نكون في هذه المرحلة جزء من الثورة السورية ومن الشعب السوري، ونطالب بكامل حقوقنا في الدولة السورية وفي الدستور السوري. أستاذ إبراهيم، قبل ما ننتقل للأستاذ وليد، في أستاذ نجاح هوفك تسألك: هل موضوع العسكر الذي تختلفون بشأنه مع الائتلاف لا يضر بمصلحة شعبنا، وخاصة إذا كانت نتيجة احتلال عفرين وسرقاني وجريسبي؟ هذه المواضيع أصبحت بموافقة دول عظمى. هناك مجموعة من الاحتلالات في سوريا خارج إرادتنا. تحدثنا في المقدمة، هناك 5 دول، 4 دول موجودة على الأرض ودولة في سماء سوريا تتحكم بمصير السوريين، ونحن غايتنا وهدفنا هو حل سياسي وإخراج جميع القوات الأجنبية من سوريا وجميع الميليشيات. يعني القوات الأجنبية الموجودة في سوريا هي روسيا وأمريكا وتركيا وإيران، والميليشيات هي حزب الله وتوابعها وبكك وتوابعها. كل هذه الميليشيات وكل هذه الاحتلالات تضر بالشعب السوري، ولا يختلفون عن بعضهم في أضرارهم في مصلحة الشعب السوري. الدول الكبرى، الدول العظمى، لا نستطيع أن نتحدث معهم بهذه الخطاب، لكن تحدثنا أن مكان تواجد هذه القوى ليست أفضل من مكان تواجد القوى الاحتلال. في مناطق عفرين هناك قوى نسميها الاحتلال ونسميها الفصائل وكذا، وفي مناطق قسد هناك أمريكا وقوى ديمقراطية. ماذا يختلفون عن بعض من حيث الاضطهاد؟ فهذه المسائل ليست مسائل عاطفية، هي مسائل سياسية، وهذه خارج إرادتنا. وهذه المناطق لن تعود بالمقاومة، لأنه هذه الذين يدعون المقاومة كان لديهم أسلحة وكان لديهم قوة ولم يقاوموا، بل ضحوا بالشعب وتركوا الشعب لمصيره. وهذه المسائل ستحل بالحل السياسي. وهم بالأصل شعبنا يقول هم كأسباب الاحتلال كمان، هم من جلبوا الاحتلال بسياساتهم العرجاء. هذه طبعا، ودائما يقدمون حجج لهذه. يعني بنعرف يعني شو ما كان غاية تركيا دولة على حدود سوريا، لديها أطماع، لديها كذا، لديها أجندات، لكن هؤلاء يقدمون الحجج لهذه القوات لدخول باقي المناطق أيضا. ولديهم اتفاقيات مع الأمريكان. قسد متفق مع أمريكا أن تخرج 32 كيلومتر على كامل الحدود وأن تدخل تركيا هذه المناطق، والروس هم الذين أوقفوا هذه التدخلات. بعدما دخل الروس على الخط وأحيا اتفاقية أضنا التي ذكرها أستاذ وليد قبل الآن، التي صارت في 1998 بين تركيا ونظام حافظ الأسد، والروس أحيوا هذه الاتفاقية وتجنبوا دخول القوات التركية في باقي المناطق. ولكن للأسف في هذه المرحلة نتخوف أن تتجدد هذه التدخلات. وأستاذ إبراهيم، وبموجب تلك الاتفاقية، اتفاقية أضنا، سلم عبد الله أوجلان وأحفاده وأيتامه راحوا بنوا علاقات استراتيجية مع النظام. يعني هذه الموضوع لا أريد يعني ندخله في حديثنا عن الموضوع السوري. يعني موضوع أوجلان وارتباطاته منذ بداية الثمانينات تم استغلال هذا الحزب من قبل النظام السوري كرد على دعم تركيا للأخوان المسلمين في سوريا. ونعلم يعني نحن تضررنا أكثر من كل السوريين بسبب تواجد حزب العمال الكردستاني في سوريا. نعم. أستاذ وليد، أول شيء لك كل الوقت، هل لك تعليق على كلام أستاذ إبراهيم برو على الحالة الكردية؟ الحالة الكردية الأستاذ إبراهيم يعني أعلم مني فيها. 1 2 على كلامه، يعني تعقيب على كلامه. هو قلت لك يعني هو أعلم مني فيها. يعني كل صاحب العلة بيعرف أكثر من الطبيب. هو بيحلل الحالة الكردية.
انا بالعكس بفرح لما الكردي والعربي والاشوري والسرياني يصير في عندهم تنظيمات سياسيه وثقافيه، لانه انا بالنسبه لي كشخص بيشتغل لتنميه الريف، نحن كلاتنا اولاد ريف، فلما يتنمى الريف سياسيا وثقافيا واجتماعيا بصير في عنده منظمات تطالب المركز بالحقوق للانسان، سواء ارضه لازم ما تغتصب لحتى ما يدخل عليها بمعارضه اضنه او غير اضنه، لحتى المي ما تتنشف بسد اتاتورك او غير سد اتاتورك، لحتى تتجمل المنطقه، لحتى نستعيد حياتنا البشريه والحيوانيه وكل شيء. ثرواتنا الطبيعيه كلها راحت بسبب خلافاتنا البسيطه واستبداد الاسد اللي سرق كل ثرواتنا وباع للغرب والشرق. اليوم الاستاذ ابراهيم في لي تعليق بسيط عليه، انه نحن الدول عم تتحكم فينا، القرار للدول ما كان القرار للدول سابقا. لما طلعنا بالثوره ما كان القرار للدول، ولما تشكل المجلس الوطني ما كان القرار للدول. نحن رفعنا شعار بأن المجلس الوطني يمثلنا، بكل أسف شفناه خذلنا. رجعنا طالبنا بأنه يتوسع المجلس الوطني، يتوسع، ولكن تم مبادرة من الأستاذ رياض سيف، صار الائتلاف. دخلت على الائتلاف أنا، وجدت بأنه من يعمل داخل الائتلاف نفسه من يعمل داخل المجلس الوطني السوري. لحتى آخر شيء نحن بكل الديمقراطيه دخلنا الاخوه الكرد بالمجلس الوطني الكردي وكنا فعالين معهم، وبلشنا نجمع. العنصر النسائي كان معدم نهائيا بالائتلاف، لانه كله ذكوريين، نطلع بوجوهنا بعضنا كلاتنا بدنا نقتل بعضنا ذكور. وين النساء؟ طيب وين الاكراد؟ وين كذا؟ وين المكونات الاخرى؟ فبلشنا نجيب. الشيخ احمد الجربه الله يذكره بالخير كان داعم حقيقي للمجلس الوطني الكردي والمجالس الاخرى، وبالتالي كان في نوع من الثوره الحقيقيه. لكن الثوره هي قتلوها، حتى لما تغولوا عليها جماعه الاسلاميين منصه، فيك تسميها منصه تركيا، هيلمت على كل شيء، لانه هي المنصه المعترف فيها دوليا. وبالتالي اليوم لتاخذني المنصه التركيه اللي هي الائتلاف، هي اللي تشعبت بكل علاقاتها مع كل الناس. هيلمت على الشعب السوري بالداخل، عملت حكومه مؤقته وبالتالي ما لها اي فاعليه. طلعت بعدها صار في عندك 3 حكومات لتاخذني داخل المناطق اللي بيسموها محرره، انا كنت اسميها مدمره. من اول ما دخلت على الائتلاف كنت اقول لا تقولوا عنها محرره، قولوا عنها مدمره، لا فيها بنك، لا فيها مشفى، لا فيها مدرسه، لا فيها كذا. هي مناطق مدمره، مناطق لا يعيش فيها الانسان، لا البشر ولا الحجر، حتى الحيوان هرب منها. فوين بتسموها محرره؟ لتاخذني تحت سيطره مين؟ تحت سيطره عصابات؟ لا، هذا الكلام نحن ما بنرضاه. ما تغير شيء عن النظام، نقل كل وسخه النظام، حطه بالمناطق اللي يسموها محرره. لليوم انا ما بسميها محرره، انا بسميها مناطق نفوذ تركيه، وكل منطقه بيستغلوها بطريقتهم الخاصه. استغلوا المنطقه الكرديه لطريقتهم الخاصه، بيدعموا هذا حساب هذا. حتى نقلوا كثير من العرب، وشاوروني كثير ناس، قلت لهم لا تروحوا بهاللعبه لحتى ما يحطوكم درع بين الكردي والتركماني، لحتى ما يقتلوكم ببعضكم، لحتى ما تكونوا فيصل بيوم من الايام. تطهير عرقي يعني، وليس تغيير ديمقراطي فقط، انما تطهير عرقي يعني. تطهير عرقي، تغيير ديموغرافي ممنهج، بحيث يتخلصوا من الكل، وبالتالي خلوا الكل ضد الكل. صار الكردي اخوان مسلمين، وصار قومي، وصار عنصري، وصار كل شيء بنفس النتيجه. جابوا العرب يعملوا نفس القصه، جابوا الاخوان يعملوا نفس القصه، سووا منه سلفي، وسووا منه جهادي، وسووا منه معتدل، وسووا منه نصف معتدل، وسووا منه مقاوم، وسووا مانع. يعني صاروا يشتغلوا على كيفهم كلهم بنفس الطريقه. امريكا ما كانت بيناتنا، امريكا صحيح قوه عظمى، بس ما بيهمها امريكا هالامور هي كلياتها. يعني تقعد انت مع واحد امريكي بتقول له شيعه وسني بيقول لك يعني شو؟ ما ان في عندنا بروتستانت، وعندنا كاثوليك، وعندنا ارثوذكس، وعندنا اسلام، وعندنا سنه، وعندنا شيعه. هذا الحكي غير مقبول. لما تقول له في حمله سلاح خارج الدوله، خارج السلطه، بيقول لك ضعف السلطه، ضعف الدوله. هي يعني هن في عندهم دائما مبرراتهم. وبالتالي نحن بالمعارضه بالثوره، المعارضه ما كانت ممثل حقيقي للثوره، بكل اسف. لا المجلس الوطني، بسميه المجلس الوصايه. الثوره دائما بعتبرها عباره عن طفل صغير، حكيته عده مرات، عباره عن طفل صغير تحت الوصايه، تحت وصايه المجلس الوطني، وتحت وصايه الائتلاف، وبالتالي صار يكبر، هيئه مفاوضات والى اخره. هذا الطفل اليوم لتاخذيه بده يكبر، الطفل بده يصير عمره 18 سنه، بده يستلم الوصايه، بده يستلم العرش، هو بده يتحكم بالكل. اخر شيء بده يتحكم بالكل، بده يقول لهم تعالوا يا مجلس الوصايه، انتم خذلتوني بهذا المكان انتم وقعتوا غلط، وبهذا المكان اشتغلتوا غلط، بدي حاسبهم، لانه بده يصفي العرش له. الثوره هي الملك، الشعب هو الملك.
الشعب مصدر السلطات، لا المعارضة ولا النظام ولا جماعة أردوغان ولا جماعة بوتين، جماعة مصر ولا حتى. الشعب هو الملك. الأخ ماموزين لك سؤال من الأخ ماموزين عم بيسألك أستاذ وليد عن الفصائل العسكرية. نتمنى من الكنترول سؤال ماموزين السؤال للأستاذ العمري: هل تتوقعون مواجهة عسكرية قريبا بين إيران وإسرائيل وستشمل أيضا ضرب الفصائل الإيرانية المتواجدة في سوريا؟ ما بعتقد أن يكون في يعني موضوع عسكري. ضربات جوية. اليوم صار في عندنا معركة جديدة سموها حرب السيبرانية. بيضربوا مروحة هون، بيضربوا مفاعل نووي هون، كذا الآخرين، بيوقعوا طيارة بالجو، بيقطعوا عنها الإنترنت، بيغرقوا غواصة بالبحر. يعني مواجهات عسكرية انتهت، انتهى عصر المواجهات العسكرية. إسرائيل ما عندها قدرة بشرية، وإيران عندها قدرة بشرية كبيرة، ذلك المواجهة العسكرية خاسرة فيها إسرائيل. بتواجه إلكترونيا، بتواجه علميا. الشعب الإسرائيلي شعب ذكي، بيشتغل بمخه، ما بيشتغل بدراعه، ما بيشتغل بدراعه. اللي بتشوفهم اللي تاخذني اليوم عم يقاتلوا اغلبهم مرتزقه من كل الدول، مثل ما كانت داعش وغيرها. الاسرائيلي بيشتغل بفكره، صاحب بنك، صاحب تجاره، صاحب فكر، صاحب انترنت، الواتساب، هالانترنت، العلوم هي كلها تحت ايده. لذلك لا، ما بتوقع يكون في مواجهه عسكريه. في ضربات جويه، في ضربه هون، ضربه هون، كذا الى اخره. ضربات سيبرانيه، وهي حذروا منها وصار عندنا مؤتمرات كثير. اليوم ايران عم تتهم بانه في عندنا ضربه سيبرانيه، ضربت المفاعل النووي، بس ما تاكدنا هي اسرائيليه ولا غير اسرائيليه. وبالتالي الموضوع اليوم ضربات الكترونيه، ما عاد في مواجهات عسكريه مباشره. لا، المواجهات العسكريه مباشره لحتى يخلصوا من السلاح الموجود بين ايديهم، مثل الكلاشينكوف اللي عم نقتل بعضنا فيه، كله روسي، كله روسي. فبتستخلص هاي الموضوع العتاد التقليدي هذا، بتبلش حروب جديده، حروب بيولوجيه مثل ما صار فيروس كورونا وغيره. وعندك حروب اخرى اليوم، الفطر الاسود، عندك حروب الكترونيه سيبرانيه الى اخره. ما عاد في مواجهات عسكريه، انتهت. خاصه دول البحر المتوسط، هاي دول الطرق للبحر المتوسط راح يكون فيها سلام كبير بعون الله. نعمل ذلك. استاذ ابراهيم، انتم الخميس الماضي كنتم في موسكو ضمن وفد المجلس الوطني الكردي، وخاصة في نسمع منذ تقريبا أسبوعين هناك تهديدات تركية، تهديدات أردوغانية باجتياح جديد بحملة عسكرية رابعة على المناطق الكردية. هل وفي هنا الأخ مروان عبدو سأل أنه هل تركيا جادة بتنفيذ هذه الوعود؟ هل هناك ضوء أخضر أمريكي روسي؟ ماذا تتوقعون؟ هل سينفذ أردوغان تهديده؟ لا، الدول اللي اتفقت في سوريا، كل الدول ما وفوا بوعودهم لبعض. يعني على سبيل المثال، يعني الروس ما قدروا يحققوا للأمريكان والإسرائيليين تحجيم دور الإيراني. يعني ما قدروا يحققوا لا الطلب الإسرائيلي ولا الأمريكي أنه يكون في تحجيم للدور الإيراني. لذلك إسرائيل عم تقوم بقصف مواقع ميليشيات أو مراكز إيرانية. فقط الروس عم يغض النظر، يعني ما بيقاوم، ما بيرد عليهم. بنفس الوقت مثلا بيحسوا انه الاتراك ما نفذوا وعودهم بإدلب. تركيا بيحس انه الامريكان ما نفذوا وعدهم باخراج قسد من المناطق الحدوديه. فبالوقت الحالي هناك غموض حول الموقف الامريكي. وحقيقه يعني قبل شهر يعني كنا بزياره نيويورك وواشنطن، والتقينا مع مسؤولين امريكيين ومع مسؤولين متحده ومبعوثين كثير من الدول. هناك تراجع كبير في الدور الامريكي في الشرق الاوسط عامه وليس في سوريا. ولم يعد لماذا؟ هناك اولويات اخرى للولايات المتحده تتعلق بالصين، تتعلق بالخلافات مع الروس في غير مناطق. فالشرق الأوسط لم يعد من الأولويات الأساسية لدى السياسة الأمريكية. ونعلم أن الأمريكان مر
سنة كاملة على انتخابهم، ومر 10 شهور على استلام الرئيس الجديد، ولا يوجد مبعوث خاص لم يكلف مبعوثا خاصا لسوريا. فهذا من ناحية. الناحية الثانية هناك تراجع في الموقف الأمريكي من النظام، يعني هناك انفتاح، هناك تطبيع. صحيح الأمريكان عم يقولوا ليس لدينا تغيير في الموقف وكذا، لكن جميعنا نعلم أن انفتاح الأردني أو التطبيع الأردني مع النظام يعني حتما بموافقة أمريكية 100%. والمصري والإماراتي والسعودي، وطبعا هناك يعني دول عربية راح تكون أيضا. كان هناك يعني كلام من أمين عام أمم المتحدة، أمين عام الجامعة العربية، المبعوث الدولي، كنصيحة للمعارضة أنه من الضروري أن تلتقوا مع الروس لهم دور أساسي. فيعني فهناك شبه اتفاق أن الأمريكان والروس عندهم تفاهمات على الملف السوري. فبهذا الوقت الأتراك لديهم إحساس بأن الانسحاب الأمريكي، وهناك توقعات أن لم يكن المشكلة التي حدثت في أفغانستان، انسحاب الأمريكي وعودة الطالبان وخفض شعبية بايدن في الولايات المتحدة، وهناك انتخابات نصفية للمجلس الشيوخ والكونغرس في 2022، فربما كانت انسحبت من سوريا الأمريكان. لكن بعد هذه الصدمة وهذا الفشل في أفغانستان لابد أن يبقوا في سوريا حتى بعد الانتخابات النصفية في 2022، لأن الديمقراطيين يتفوقون بنسبة ضئيلة جدا على الجمهوريين في البرلمانين، يعني في الغرفتين البرلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية. نواب الكونغرس. هنا الأتراك يطالبون بالمزيد من تنفيذ الوعود، أنه ما تنفذت الوعود الأمريكية. ومن جانب آخر هناك ضغط روسيا على تركيا أيضا. تركيا تطالب بالمقابل ماذا تأخذ، يعني إذا نفذت الشروط الطلبات الروسية فماذا تحصل شيء مقابلها. فكان هناك حديث في روسيا بأن هناك ضغوطات جدية نحو تل رفعت ومنبج، وهناك تحشدات كبيرة هناك. وكانوا الروس صريحين بأننا تحدثنا مع قسد بأن هناك مخاطر جدية على هذه المناطق، فكان أجوبة قسد مشابهة لأجوبتهم مثل موضوع عفرين. قال وقتها سيبان حمو كان يقول لنا نحن نستطيع أن نقاوم تركيا وسنصد تركيا ولن ندعهم يدخلون. وحاليا مظلوم عبده ومحمود برخدان أيضا يتحدثون بنفس الكلام، بأنهم يستطيعون صد هجمات تركيا ولن لن يسمحوا لتركيا أن تدخل. لكن كل المؤشرات تدل أن يعني الروس والأمريكان لم يعطوا ضوء الأخضر، لكن لم يعطوا ضوء الأحمر أيضا. الدولتين لم يعطوا ضوء أحمر لتركيا أن تردع تركيا عن هجوم متوقع. أستاذ إبراهيم، هون وين دوركم أنتم؟ لكم يعني نشاط دبلوماسي دولي، علاقات دولية واسعة، وين دوركم وين تأثيركم؟ يعني صحيح بيادة عم ترتكب يعني لا تختلف عن الفصائل الأخرى، ترتكب الكثير من الجرائم، ولكن الشعب هو الضحية. مناطقنا يعني الاحتلال التركي كارثة، هولوكوست، يعني ما حدث في عفرين. يسألك شفقر هوفك وكثيرين أنه جرائم همجية يعني. فهل نحن نكون أمام عدوان آخر، يعني هجمة الرابعة أو الهجوم الرابع وإبادة أخرى يعني لمناطق أخرى كالكوباني وقاميشلو أو درباسية؟ هلا أستاذ سليمان، أهم شيء اللي نحن نستطيع أن نتحكم فيه أن لا نقدم حجج لتركيا. يعني الحجة الوحيدة لتركيا بدخولها
إلى مناطق السورية وخاصة المناطق الكردية هي وجود حزب العمال الكردستاني، وهذه الإدارة وحزب الاتحاد الديمقراطي يصرون على أنهم جزء من منظومة الحزب العمال الكردستاني، وتصريحات قياداتهم ورفع شعاراتهم ورفع صورهم يعطون المبرر الكافي لتركيا بأن تدخل في هذه المناطق. أستاذ إبراهيم، أليست الحجج يعني أردوغان قال لو هناك في أرجنتين هناك كردي سنحاربه، يعني هذه دعاية. أنا لم أسمع هذا الكلام، لن أدافع عن أردوغان، لكن يعني هذه أصبحت أيقونة يكررها الناس، انه اذا في كردي على المريخ، اذا في كردي على ما بعرف شو. ففي 19 ولايه كرديه بتركيا ما تم تغيير ديموغرافي فيها يا اخي. يعني خلي حدا يثبت لنا اسم كردستان، هناك محاكمات في تركيا حول اسم كردستان. يعني هلا اذا في محاكمات على اسم كردستان قضيه سياسيه، فليتفضل صاحب المشروع اللي وجه الكرد السوريين انه قضيتنا الاساسيه مع اردوغان، فليتفضلوا يروحوا على تركيا ويواجهوا اردوغان بتركيا. هم معروفين استاذ ابراهيم، هم معروفين، هم اساس بلائنا، بس ولكن انتم لماذا عليكم علاقات واسعه؟ لماذا لا توقفوا هذه الهجمه الشرسه؟ يا استاذ سليمان، نحن نتحدث بالانتهاكات عند تركيا وعند كل الدول، لكن ان نكون قوه فاصله ان تمنع تركيا من الدخول، فنقول الامريكان والروس اذا بحجه الارهاب يتفقون مع تركيا انه تدخل هذه المناطق، فنحن ماذا نشكل ان نمنعهم؟ ياتي واحد يقول لي ليش انتم ما تديروا هذاك المناطق؟ طيب يعني اذا دوله مثل تركيا وبتجيب فصائل سوريين وبتحارب وبطالع القسد من هالمناطق، ويطالع قوات حمايه شعبيه، قوات حمايه الشعب من هالمناطق، فبدهم يجوا يسلموا لي انا ما لا تدخلت فيها ولا حملت سلاح ولا كنت ضمن مشروع. هذا شيء لا يصدقه العقل. الدول لهم مصالح، لهم بازارات، وتركيا تدفع بجنودها وبحلفائها لهذه المناطق ليس لكي يسلمها للمجلس الوطني الكردي. نحن مهمتنا أن نفضح هذه الانتهاكات، نطالب بوقف الانتهاكات، نطالب المجتمع الدولي بمراقبة هذه المناطق والتدخل في هذه المناطق للحد من هذه الانتهاكات. أكثر من ذلك يعني القوى الموجودة عسكريا لا النظام تقدر تردعهم، ولا القسد تقدر تردعهم، ولا الأمريكان ولا الروس. فنحن شو نشكل بالمعادلة لحتى نكون سد ضد هذه التدخلات؟ باعتباركم يعني بالائتلاف مفروض عفرين تسلم لكم، كونكم انتم يعني المجلس اللي ائتلاف يعتبركم شركاء، مفروض انتم تحكموا منطقه عفرين سريكاني جريسبي مثلا. والله انا ما بعرف يعني هيك الكرم من الدول وخاصه من دوله تركيا، انه يا مجلس الوطني الكردي انتم لا شاركتونا ولا وافقتونا ولا اتفقتوا معنا ولا تقاتلتوا مع قواتنا، وتجوا تفضلوا يا اهلا وسهلا نحن اخذنا العفرين من بككي وتفضل انتم المجلس الوطني الكردي راعوها. ما حدا من الدول عمل هيك. مين عمل هيك لحتى تركيا تعمل هيك؟ آخر سؤال في الدكتور محمود عباس عم بيسألك، بيقول عزيزي إبراهيم هذا الكلام خطير، إذا أردت أن توصل مفهومك لا تجعلها على حساب تاريخ والقضية الكردستانية ضمن الدول المحتلة. أنا لا أعرف ماذا يقصد الدكتور محمود عباس، أي كلام. أنا حديثي حاليا عن أنه مبررات تركيا بدخول سوريا، وفعلا الباكيكي حاول أن يرفع صفة الإرهاب عنه وضحى بالشعب الكردي بسوريا لأجل مصلحته، وتركيا تستغل ذلك. ونحن نعلم جيدا أن باكيكي تقدم مبررات مجانية لدخول القوات التركية إلى كردستان سوريا وكردستان العراق. تمام. طبعا يوضح الدكتور محمود عباس بيقول ليس سؤال وإنما تنبيه، يعني كان طبعا في أنا تعليق أو تنبيه إذا صح التعبير من شنار موسى، ما بعرف، كانت رأي جميل إنه
ما في داعي للخوف من دخول تركيا، لانه تركيا موجوده بالاصل في المناطق الكرديه كلها. يعني المقصد تركيا، يعني هؤلاء بالاصل تاسيس او لتركيا دور كبير في تاسيسهم. يعني ما في داعي للخوف من الهجوم التركي على سوريا وعلى المناطق الكرديه، لان تركيا موجوده في هالمناطق. في اخت شنار موسى، تحياتنا لها. اذا لك على التعليق على الكلام وقبل ما ننتقل للاستاذ وليد. لا يعني أنا أتفق مع أنه يعني الكلام أنه تأكد أنه تقديم مبررات لتركيا وترك ساحة كردستان تركيا لمصيرها، والقيام بالتحكم بمصير بقية أجزاء كردستان. أستاذ وليد، تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج. سؤالي ما قبل الأخير، مصير سوريا بعد كل هذا الوضع المأساوي الكارثي والتشظي في المعارضة يعني سوريا إلى أين؟ هل سنكون أمام دولة ديمقراطية تعددية فيدرالية كما ينشدها الشعب السوري، أم سنكون أمام تقسيم حتمي كما يقول البعض؟ يعني مستمر الأزمة. يعني قلت لك نحن حتى نوصل لمرحلة الوعي الكامل تتشكل الهوية الوطنية السورية معنا بدنا لا يقل عن 40 سنة. من بداية الثورة قلت لهم يا 4 شهور يا 4 سنين يا 40 سنة، فقولا واحدا، لأنه بده يتغير جيل كامل حتى نحسن نفهم بعضنا ونفهم الهوية السورية وشو توجهاتنا بالهوية السورية. لليوم نحن ما عم نفهم الهوية السورية. عندنا هوية إسلامية، هوية عربية، هوية كردية، هويات مختلفة، بس ما في عندنا هوية سورية. ما عم نتفق على الهوية السورية بكل أسف. الدساتير كل يوم عم يغيروا الدستور على كيفهم، بيغيروا الدستور على كيفهم، لذلك ما في دستور. سوريا الحالية بخارطتها السياسية الحالية بدون الجولان وبدون لواء اسكندرون ما في سوريا، لأنه بدون سيادة. سوريا الكبرى اللي انا بالنسبه لي بحلم من تكون، لا تاخذني، اسرائيل وجولا وعفوا وفلسطين والاردن والمنطقه كلها تكون دوله واحده او اتحاد، فيك تسميه الاتحاد السوري. انا بتمنى هذا بقرارة نفسي يعني، وبعلنه وماني مستحي، لانه نحن شعوب المنطقه هاي ونحن اهل المنطقه هاي. ما في شيء بيفرقنا عن بعض، لا لغه ولا بتفرقنا ثقافتنا. اذا بتطلع انت على اللغه الكرديه في تقريبا 70% من الكلمات عربيه بتفهمها. ثقافتنا، طبخنا، اكلنا، شربنا، كله ثقافه واحده. هي عنصر قوه إلنا. يعني بتيجي عند الاسرائيلي كمان لغته العبريه فيها 70% او 80% من الكلمات عربيه، كمان هي عنصر قوه. بتيجي على الطبخ، بتروح على اسرائيل بتلاقي الطبخ السوري نفسه، الكوسه المحشي وغيره وغيراته. وذلك نحن بلبنان كذلك الامر، الخبيزه، يعني كلياتنا بنعرف نشتغل نفس الثقافه، نفس هي القوه. كل الاكلات انا زرت سوريا من ما خليت منطقه فيها، بعرف درست بالرقه ودرست بكل المناطق، رحت واجيت ما خليت مطرح، ومعاشر حتى قلت كافي، وفلاح بشتغل. انا بقول لك انا فلاح، انا بعتز بارضي، بعتز بفلاحتي، بعتز بشعبي. بتمنى تتشكل عنا قناعه بيكون في عنا هويه سوريه كبرى. هذا بتمناه انا. هي من جهه. اما نحن من ازمه لازمه لازمه مو اقل من 40 سنه. ممكن تخفض، تعرف في عندنا خفض توتر، لانه خفض تصعيد. زمان كان العقيد شكيب تبع ديمستوره وقبله كان الاخضر الابراهيمي، واليوم 100 مبعوث اممي نفس الفريق ونفس الحكي بيقول لك خفض التصعيد وخفض التصعيد. سابقا كان بدهم يعملوا تجميد، قلنا لهم لا، تجميد مشكله، بتفجروها تجميد، خلينا نشتغل بخفض تصعيد، تبريد وتدفئه. فاليوم لا تاخذني مثل ما تفضل الاستاذ ابراهيم، كانوا مليون فصيل، اليوم صاروا 4 فصائل. السبب امريكا والداعمين بالموم والموك. ايام زمان كان في عندنا الموم والموك، دعموا الفصائل السوريه الموم والموك. صاروا بدل ما يشتغلوا صح صاروا يقتلوا بعضهم، وصاروا يبيعوا، وصاروا يشتغلوا ضد الداعمين تبعهم. اجوا الامريكان قالوا تعالوا خيو ستوب، تعي يا روسيا، انتم شعب فقير وجيش قوي وعندكم سلاح وتجار، تعالوا نجيبكم. حطوهم، وظفوا العسكري الروسي مكان العسكري اللي كان عم يقاتل على الارض.
سواء كان جيش الاسلام او جيش الافلام تبع علوش او جيش الرحمن كانوا عم يقتلوا بعضهم كذا، جمعوهم كلهم تحت بباص وزتوهم على المنطقه الشماليه وقالوا للروس استلموا، انتم استلموا مطرحهم. اليوم لتخزي روسيا عم تشتغل الدور العسكري الامريكي، روسيا عم تشتغل الدور العسكري الامريكي، ومن هون التفاهمات اجت. كل شيء بيصير بسوريا بتفاهم روسي امريكي. اليوم الدور الروسي دور عسكري امريكي لا اكثر ولا اقل. بيتطور اليوم، عم يستعيد سيطرته على كل سوريا الروسي وليس السوري. لو النظام السوري عباره عن شكل حاطينه تاخذني، لما يصير في عندنا جهه عرس، جهه صلح، جهه كذا، بياخذوا الختيار بيلبسوه عبايه بيمشوه قدامهم بانه هذا شيخنا، اما هو عمليا لا هو شيخ ولا هو شيء، بس عباره عن واجهه. اما الضرب والحل والربط لايد التاجر اللي عم يشتغل فيه واللي يريد لتاخذني اللي معهم قوه. اليوم هذا اللي عم يصير، حاطين مبرر لهم. اما اليوم القوه لروسيا عم تستعيد سيطرتها على كل المنطقه. ممكن تستمر السيطره تبع روسيا مو اقل من هون ل 2028. بعد ال 2028 في عندنا سنتين ممكن يصير في عندنا تحول، بيسووا هيئه تحكم انتقالي. شو بصير هالسنتين 28 30. بعدها في عندنا شيء جديد، ال 40 سنه ال 30 سنه الجايات في سوريا جديده بعون الله وللمستقبل اكبر. واليوم شفتوا انتم شو صار بالعراق، خط الشام الجديد والتفاهمات الكبرى بمصر وخط الغاز والى اخره، كله هذا عم يشتغل ضمن الخط الدولي. وبسنه ال 2000 اذا رجعنا لخط 2000 لما كنا بسوريا كان في عندنا مشروع الشراكه الاوروبيه. الشراكه الاوروبيه تعني دول شرق البحر المتوسط مع الغرب، بحيث ترجع تاخذ كلها اثارنا واحده، تاريخنا واحد، تاريخ مشترك. ما فيك تقول هذا شرقي وهذا عربي. اللي خربت بين الشرق والغرب الدعوات فيك تسميه الاسلام السياسي، سواء كان عثماني ولا اتابكي ولا زنكي ولا اخره، وعملوا هنا صليب وعملوا هنا هلال، ولا سابقا كانت كلها منطقه واحده وعايشين مع بعضهم وما في اي تفرقه. بلشوا بالنعرات، هذا ضدك وهذا ضدي. اليوم اذا فوت على اثارنا بكل مناطقنا ما في عندنا اثار عربيه بقدر ما في عندنا اثار بيزنطيه ورومانيه والى اخره. خلينا نكون واقعيين يعني. وبالتالي الشراكه الاوروبيه قادمه وسوريا قادمه للافضل بعون الله. نعم ذلك. استاذ ابراهيم، سؤالي ما قبل الاخير، هناك من يقول اذا تركيا احتلت منطقه ما تبقى فيها مدى الحياه يعني للابد، وخير مثال الاسكندرونه. واستاذ وليد متفائل انه سوريا قادمه كذا. هل ستبقى المناطق الكرديه السوريه محتله او مصيرها كمصير اسكندرونه؟ في البدايه بدي اعلق على تفاؤل استاذ وليد. يعني تفاؤل الاستاذ وليد عمل معنا تشاؤم كبير، يعني عم يحكي بعد 40 سنه انه بده يصير سوريا يعني يتحسن الوضع. يعني حدا من الموجودين يعني اولادنا واولادنا حتما يعني حدا منا ما راح يشوف حسب يعني هلا اذا متوسط اعمارنا يكون 50 60 سنه ما حدا منا يشوف هالتفاؤل. لا نتمنى انه راح يكون في حلول، ولو ما راح يكون يعني برضا الشعب السوري. انا اتصور يعني السوريين ما راح يصلوا لحل بيناتهم، ما راح يصير توافق سوري. بالنهايه راح يكون هناك يعني تفاهم دولي حول الوضع السوري، ولن تكون سوريا مثل قبل 2011. ستفرض حل على سوريا ربما الجميع يشعر أنه لا يمثل طموحاته، وبنفس الوقت الجميع يكون له شيء في سوريا الجديدة. وربما هذه يعني الحل الأمثل أستاذ إبراهيم، ومناطق إقليم كردستان الملحق بسوريا هل مو مصيرها؟ يعني عفرين سريكاني جريسبي. فأنا أتصور أستاذ سليمان يعني هلا نحن أنا قبل هالسؤال علقت إنه من حقنا يكون لنا دولة كمان، لكن حاليا يعني شيء في سوريا عامة، في سوريا المنشودة في سوريا المنشودة يعني هناك نقاط مهمة إذا يتحقق في هذه المرحلة سيكون شيء جيد للجميع.
وهو اسم الدولة، اعتراف بحقوق المكونات وخاصة الشعب الكردي، وإدارة خاصة للمناطق الكردية سواء كانت فيدرالية أو حكم ذاتي أو أي تسمية أخرى. يعني الموضوع يعني تفكيك سوريا إلى دويلات وإلى ما شابه، لا أتوقع ذلك، ولا يوجد هناك من يطالب بذلك. لذلك راح يكون هناك حل، لكن ربما ليس بمستوى طموح الكرد وغير الكرد. أما موضوع تدخل تركيا في مناطق وعدم خروجها، طبعا هناك أمثلة، يعني هناك اسكندرون وهناك قبرص. من 74 دخلت قبرص ولم تخرج حتى الآن، وأصبحت أمر واقع. هناك هذه المخاوف على الوضع في سوريا، لكن كون هناك لاعبين غير تركيا أيضا موجود على أرض سوريا، لا أتوقع أن يكون الحل فقط لمصلحة تركيا أنه أن تبقى في هذه المناطق. يعني بالنهاية الأمريكان سينسحبون والأتراك سينسحبون وغير قوات الموجودة ستنسحب حين إيجاد حل السياسي. لو كانت الموضوع تتعلق بتركيا وحدها، ربما أن تطبق هذا الموضوع وتكرر موضوع قبرص ولواء اسكندرون، لكن في هذه المرحلة لا أتوقع ذلك. نعم، لذلك طبعا في تحية من الأستاذ جدعان علي بابي سرار صديقنا العزيز، نوجه له تحية ويحييكم، وكثيرين جدا هناك نحييكم. نحن وصلنا لنهاية برنامجنا. إذا كان سؤالي الأخير لكم ليس بسؤال، آخر كلمة، أو كنتم تتمنوا أن أسألك أستاذ وليد، أولا معك، كنت تتمنى أن أسألك سؤال ولم أسأله، أو آخر كلمة توجهها للسوريين؟ لا، أنا كنت بتمنى تسألني سؤال وحيد، يعني صراحة السيادة بمفهوم العام، السيادة بمفهوم العام حتى تأخذني، خلينا توصل الرسالة للشعب كله. شو معنى السيادة وشو السيطرة وشو سيطرة النظام وشو سيطرة المعارضة وشو سيطرة الشعب. نحن بسوريا بحاجة نظام، طبعا مو بحاجة الأسد، مو بحاجة الاستبداد، بحاجة نظام، إدارة يعني، وبحاجة معارضة ضد الإدارة لحتى تصوب أعمال الإدارة النظام، وبحاجة مجتمع مدني واعي يكون فيصل بين النظام بين المعارضة، يعمل شعب من المريخ. بدك شعب من المريخ استاذ وليد؟ لا ما شعب مو من المريخ. نحن الشعب السوري شعب واعي. اذا بدي احكيك اياها على مستوى قريتنا، نحن على مستوى قرية صغيرة، ابوك وابوي فلاحين. الفلاح تاخذني عنده حدود لارضه، وبالتالي هالارض تاخذني الك، انت بتعرف مين جارك ومين جارك ومين جارك ومين جارك بالاخر، وكيف تعاملك مع جيرانك. وبالتالي بيصير في اعتداءات احيانا من جارك على ارضك، بتحلها بالتفاهم، بالتراضي، بالمشاجره، احيانا بتوصل للقتل، بس بتوصل للصلح. بس نحن مشكلتنا بانه تاخذني لما يلتقى بيناتنا طرف ثالث بيشتغل للخير، وهذول موجودين عندنا بقرانا كثير منهم، لا هي ابو محمد، لا هي ابو خالد، لا هي ابو كرمنجو، لا هي ابو برو، بيصلحوا الناس مع بعضهم، بيلتقوا مع بعضهم بالتفاهم. هذا العنصر الثالث نحن مو موجود عندنا موجود اضربه، اطبشه، اقتله. هذا العنصر الثالث مو موجود عندنا بكل اسف. غيبناه، نحن غيبناه. موجود عندنا، هذا الموجود عندنا فيك تسميه بالعرف السياسي الطبقه الوسطى، كمان انقضى عليها. اليوم عندنا يا فقير يا زنقيل. بالعرف المدني كذلك الامر. يعني قضينا نحن على الطرف الثالث، قضينا على المثقف الثالث، قضينا على العنصر الاجتماعي الواعي. صرنا دائما نحن اعضاء بعضنا، فذلك صار في عداء. بدنا نحن نبعد عن بعضنا شوي لحتى نشوف بعضنا اكثر. كل ما قربنا على بعضنا ما بنشوف بعضنا، بدنا نبعد حتى احسن نشوف بعضنا اكثر. لذلك بيكون العنصر المدني بيناتنا موجود، لانه هذول اخر شيء اولادنا، الاطفال هذول ابرياء، شو ذنبهم لحتى ينقتلوا من الطرفين؟ شو ذنب لتاخذني الشيوخ والركع شو ذنب البهائم اللي عم تضربها بكيماوي؟ وليد بنص دقيقه اخر كلمه، يعني شو تقول لشعبنا حول السياسه؟ بدي اقول له لشعبنا السوري حصرا، يعني انه خلينا واعيين، لا نفوت بصراعات المقاتلين
نظام ومعارضه، هدول الاثنين مجرمين، واحد مصيرهم بالسجن والقبر. نحن ما لنا مع هذا ولا لنا مع هذا. تمام. استاذ ابراهيم، نفس السؤال لك، هل كنت تتمنى ان اسالك سؤال ولم اسالك، او اخر كلمه توجهها للشعب السوري عامه والكرد في سوريا خاصه؟ استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم، الصوت ما عم نسمع. استاذ ابراهيم، يعني عبر بيف تي في. شكرا. الصوت هلا واضح، صوتي؟ هلا سمعناك. تفضل. اخر سؤالي هو ليس بسؤال، اخر كلمه توجهها للشعب السوري عامه والكرد خاصه. الكلام اللي احب اوجهه لكل السوريين، يعني لابد من مواصله الحوار، ولا بد من ايجاد حل سياسي، حتى لو فرض على الشعب السوري خارجيا افضل دساتير العالم. السوريين هن اللي راح يتعاملوا مع بعض، ومصيرنا مشترك، وهذه ليست ارادتنا. نحن اصبحنا في دوله واحده ومصيرنا مشترك، ولا بد من الحوار وتجنب الصراعات، ولدي مخاوف من صراعات مستقبلية في سوريا بين مكونات الشعب السوري، سواء قومية أو دينية أو مذهبية أو طائفية. فهذا أخطر ما سيواجهنا بعد الثورة. نتمنى أن نتجاوز هذه المرحلة، وأن نكون جاهزين للحوارات وللتفاهم كسوريين. وهذا الكلام أيضا أوجهه للشعب الكردي وحركته السياسية. لا بديل عن الحوار، وأبدا لن يكون الحل العسكري حلا مثاليا. وفي نهاية البرنامج أشكرك وفريقك الذي عمل معك، وأشكر أستاذ وليد جزيل الشكر، وكما أشكر جميع المشاهدين والمستمعين. كل الشكر لك. نأمل ذلك، وبرنامجنا حواراتنا وقناة حواراتنا هو غايته حوار ثقافي وليس سياسي اجتماعي عربي كردي سوري عام يعني. فلذلك في هذا البرنامج استضفنا يعني لحد الآن تقريبا شيء ما بين 80 إلى 90 شخصية، مناصفة بين كل المكونات السورية. حضر المسيحي، حضر الدرزي، حضر الكردي، حضر السني، حضر العلوي، كلهم موجودين لأجل بناء ثقافة حوار سوري، حوار عربي كردي، حوار لبناء سوريا التي ينشدها كل أحرار وثوار سوريا. أشكركم أستاذ إبراهيم برو، أستاذ وليد العمري. أتمنى أن تبقوا معي بين ما نودع المشاهدين. سنتحدث 5 دقائق تحت الطاولة ولتقييم البرنامج. مشاهدي الكرام، طبعا باسمكم جميعا نشكر الأستاذ وليد العمري والأستاذ إبراهيم برو على وجودهم معنا. نورتونا أستاذ وليد، أستاذ إبراهيم، نورتونا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. شكرا.